صباح الفل، صباح يوم الجمعة، والنهاردة في طلعة على المطلعة. أول حاجة هنروح نجيب خبز مصري. عدينا على الفرن عشان نجيب الخبز المصري الأول، وصلينا الجمعة وبعد كده اتكلنا على الله. دخلنا على فرع الجمعية عشان نجيب اللحمة بتاعتنا. عدينا على الجزارة اللي في الجمعية والمشويات عندهم طعمها حلو جدا، وهنا مسكت الطريق. يلا حيه الرمش له فيا. وهنا قلت اصطبح بكوبايه شاي قبل ما نبدا بقى نجيب الحطب عشان نشغل الفحم. ايوه هي بدأت حته هز يا وز كده لزوم الطلعه بس عشان الاولاد. هنا بدات اطلع التوم بقى واطلع الحاجه الخاصه بالكبده الاسكندراني اللي انا هعملها. جهزت توم وطلعت فلفل، وزي ما انتم شايفين الكبده موجوده جنبي قدام. انا عارف انتوا مش واخدين بالكم. المهم قطعت التوم، قطعت الفلفل، ظبطت الدنيا، دورت على اللية لاني ما كنتش عارف هي موجوده فين لحد ما لقيتها. بعد كده طلعت بره على الفحم وبدات اظبط اموري وابدا اشتغل. كده واحد بصل مع فلفلايه مع طماطمايه. ده خدنا ايه؟ واحد كفته. ايه كفته عاملين كده. ونطلع السر فين بقى؟ اتش بي. هنا نزلت حته بالليه، حسيت انها شويه بصراحه، رحت جبت حته تانية. بعد كده نزلت بالثوم، كبده، عشان يخلي لون الكبده فاتح. فلفل كده. خلصت الكبده. تعالوا نجرب بقى. اخر شويه في الليمون. بسم الله. ننزل بالريش. ادي الريش تتبيله خفيفه. موجودين في المطلعه، مخيم النهارده يوم الجمعه، جو جميل. واخنا كذا حاجه. وقت الغدا دي الريش بعد ما طلعت. كفته، كول سلو، كبده الاسكندراني. ده اللي بقى من كبده الاسكندراني. وده جونا، ونشوفكم في طلعه تانية. سلام.